واجيب بدل اللي هو البني نقعه في ميه سخنه اهو. ومعايا طبق رز غسلاه اهو. ودي الميه بتاع العدس حاطه فيه ملح وفلفل اسمر وفص ثوم عشان السليق. ودي الصلصه بتاعت الكشري. بحمر فص ثوم وبقوم رايحه حاطه معاه كزبره ناشفه كده، معلقه كزبره ناشفه، واقوم طشه عليهم معلقه خل وكبه الصلصه عليهم بقى، وملح وفلفل وبهارات كده، واسيبهم يعيشوا شويه. حطيت العدس اهو، هسيبه بقى ياخد الغلوه بتاعته. ونقلت هنا الحله على نار هاديه، واخد الحله دي احط عليها الحله بقى كبيره. ماشي طيب يا عم. هنحمر بقى شويه شعريه وخليكم معانا كده نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدا بقى في تحمير الشعريه كده، ما تنسيش لايك واشتراك وكومنت كده وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كده. دعمونا في القناه يا جماعه. جبر الخواطر كده على الله ولا ايه؟ اي حاجه حلوه كده عشان الشهر الكريم اللي احنا داخلين عليه. المهم بقى حطيت الشعريه. يعني كنت الاول بحط الشعريه يعني في اي طبخه اجيب كيس الشعريه هو طبختين مقسوم نصين بس. دلوقتي بقى بالجرام. يعني ده جرام شعريه. 50 جرام شعريه اهو، مش باينين في الحلة، هما دول الموجودين يعني حاليا. الشعريه بدات تتحمر اهي. لسه من الرز كتير. لسه المكرونه. انا بحب المكرونه الصغيره دي قوي في الكشري. ده كشري الحله الواحده. انا بحب احط العدس معاه على فكره، بس ايه يعني ما اضمنش يطلع لونه ايه الوقت يعني عشان بصور. بس لو كده ممكن اعمله عادي في فيديو تاني. حط بقى الملح، نحط الرز، بما ان بقى هي اكله اقتصاديه يعني مفيش جنبها فراخ ولا اي حاجه، هنحط ايه نص مكعب مرق الدجاج بس كده قطعه من الرز. ايه رايكم بقى؟ الرز بدا يتشرب اهو. ما شاء الله، اللهم بارك. جميل 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 اهو. بعد ما الاكل استوى بقى كده هنبدا بالغرف. ابدا اجيب طبق كده واحط فيه العدس وانزل عليه بالرز والمكرونه كده، وتكبسيه وتضغطي عليه ضغطه كويسه، ونقوم حاطينه في الطبق. مش مالية مطمطة صراحة لا زعلانة هي الغلطانة سابتنا منية بتروح شوية شوية اسكعلكي قطة الفرحة رمية يا ولد يا ولد انت اشمعنى دي ما انتش غلطان فيه ولا حرف؟ خد لو انا جت عند جده سابتنا منية بتروح تيجي اسكعلكي قطة
طولت عليكم انا في الغرف، بس استحملوني شويه كده. ولو وصلتوا معانا لحد هنا متنسوش لايك واشتراك وكومنت وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت تكون عجبتكم. يا جمال يا جمال على القلب، احلى قلب دي ولا ايه؟ انا غرفت الرز بالمكرونه كده بس لوحدهم، وبحط بقى العدس كده بعمله بشكل تاني، شكل هلال. هتشوفي الوقت بس هي كانت ورك البطة. يا بابا ماما بابو جنو بابا جنو ماما جنو ماما. ماموش طب ايه يا ماما؟ طب ايه يا ماما؟ فين يا ماما كمان مش مكتوب. يا ماما؟ طب ايه؟ طيب بتعملي او كده عشان التليفون راح في ثانية ده يقوم مقلوب. طب ايه فين؟ طب ايه فين؟ طب ايه فين يا ماما؟ طب ايه؟ طب ايه يا ماما؟ طب ايه؟ افصلي. ايه رايك بقى في الفكره دي؟ فكره جميله وسهله وبسيطه جدا، تقدري تعمليها في البيت وبأقل مكونات. هم شويه رز ومكرونه وعدس والكشري العادي بتاعك يعني انت بتعمليه، بس هنغير الرسمه بتاعته والشكل بتاعه اللي احنا متعودين عليه. بتقومي حاطه الرز بالمكرونه كده في جنب لوحدهم، وحواليهم العدس كده زي ما انت شايفه على شكل هلال رمضان. خلاص يا عم هتعملي. وبتقومي نازله بتاع الصلصه بقى كده عليهم. وعندك البصل المتحمر بتاعك، انا حمرت بصلها بس عشان احنا يعني مش بنحب البصل قوي. عملتها طرنشات وحطيت عليها معلقه ملح وفلفل اسمر كده، قمت عطيها دعكه حلوه، وقمت راح حاطه عليها معلقه دقيق لو عندك دقيق او نشا تتحمر، وبتبقى بالشكل ده اللي انت شايفاه. تحفه 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 الصراحه، وعطت جو رمضاني جميل اهو والله. اتمنى لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يوميات نونا جنى وعمر. ايه رايكم في الهلال ده ولا مش هلال؟ اتفضلوا معانا بقى وبألف سلام.